ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنسوي الممبار مع بعض كده بطريقه حلوه. طبعا كلنا لما بنجيب ممبار وبنيجي لحظه التسويه بنبقى قلقانين لحاجه تفرقع، ولو حاجه فرقعت بنزعل يعني وبنتضايق على تعبنا على الاقل يعني. فهنسويه بطريقه حلوه جدا، هتتبسطوا بيها خالص. بجد طريقه حلوه وهيطلع معاكي يعني هتعبيه كمان رز زي ما انت عايزه. شايفين ان انا معبيه رز كده ومنفوخ ومفيش ولا واحده فرقعت. طريقة تسوية حلوة جدا ان شاء الله تتبسطوا بيها. هقول لكم بقى عملنا ايه. حطيت مية وفيها قشر ليمون بس عشان الحلة لونها ما يغيرش، وحطيت ملح. مش هرمي الممبار فيها. هنعمل ايه؟ هجيب دي حلة البخار، هجيب المصفى بتاعتي بتاعت الحلة وهنرص فيها الممبار اهو. ده كده انا كنت خلصت وحشيته وحشياه رز كمان براحتي. ما كنتش قلقانه لحسن حاجه تفرقع منه ولا اي حاجه. خلاص. بتحاولي بقى بنرصه ازاي؟ بترصيه يعني حاولي تجيبي الطرف على الطرف كده اهو، يعني الطرف ده على الطرف ده. واهم حاجه طبعا الاطراف تكون ما فيهاش رز خالص، يعني تكون جلده الممبار جلده لازقه بجلده، ما تكونش فيه رز في النص خالص. يعني حتى لو انتوا هترموه في ميه يعني يفضل الخطوه دي، بس طبعا لو هترموه تسلقوه في ميه يفضل انك انت ما تبقيش معبيه كده. انا معبيه جامد. يعني دايما بنقول كيلو الممبار بياخد كيلو رز. هنا أنا كيلو الممبار كيلو إلا ربع أخد كيلو رز، طبعا بالإضافة للبصل والخضرة والطماطم والحاجات دي، فطبعا بيكون كتير. هنا ده شوية كرفس. أنا كده خلاص رصيت الممبار بتاعي في المصفى بتاعت حلة البخار، وهحط عليها شوية كرفس كده على الوش يدوا ريحة حلوة. طبعا براحتكم، عايزين تحطوا كرفس او ما تحطوش طبعا براحتكم، او تحطوا اي خضار تاني برضو براحتكم. عايزه اقول لكم ان الحله بتاعتي دي كبيره، كان ممكن تاخد 3 كيلو ممبار. لو انت عامله 3 كيلو هيستووا في نفس التوقيت، وهيطلع كله كويس وسليم، مفيش ولا واحده منك ايه هتتفضى في الميه. خلاص انا كده ولعت عليه، وكنت كل ربع ساعه براقب الموضوع. يعني دي اول ربع ساعه بشوف ها في حاجه فرقعت، لا مفيش. غطيت وسبتها. طبعا في الاول النار كانت عاليه، اول دقيقتين ثلاثه النار عاليه، بعد كده هديت النار يعني خليتها هاديه خالص، ان البخار شديد برضو مش ضعيف. وكل ربع ساعه كنت ببص عليه الاقي الحمد لله الدنيا تمام مفيش حاجه فرقعت. لحد ما خلاص اخد ساعه. بتعرفي ازاي انه استوى؟ هتلاقي فيه رز طالع من الاطراف، من طرف الممبرايه من هنا ومن هنا في كام رزايه كده طالعين، تشوفيه هتلاقيه استوى. وزيادة اطمئنان قبل ما تبتدي تحمري كل الكمية، حمرت قطعة واحدة واطمنت ان هو استوى وخلاص. طبعا بعد اول ربع ساعة انا حطيت غطا الحلة اللي انتوا شايفينه ده من جوه، وغطيت تاني لان الحلة عندي غويطة قوي، فعشان ايه البخار يكون واصل بسهولة لحبات الممبار. خلاص كده خلاص. كانت اخر مرة اشوف فيها الممبار يعني اخر ربع ساعة. هو اخد بالظبط ساعة على النار. النار كانت هادية زي ما قلت لكم. طبعا احلى حاجه ان مفيش ولا واحده فرقعت، يعني كل الممبار طالع سليم. مفيش ولا واحده فرقعت. فبجد طريقه تسويه حلوه. سووا الممبار بتاعكم بالطريقه دي مفيش ولا واحده هتفرقع ولا تتنبش في الميه ولا الكلام ده كله. هنا اهو بصوا انا بقلب فيه بوريكم معايا اهو ان مفيش ولا واحده فرقعت. بصوا منفوخ ازاي. كنت معبيه رز يعني جامد. لو انا معبيه رز جامد ورميته في ميه السلق اللي انا هسلق فيها بالتاكيد لازم كان هيتفضى مني. كل ده كان هيتفضى. زي ما قلت لكم كيلو رز، ده كيلو رز على اخد يعني كيلو ممبار انا كنت جايباه، زاد يجي ربع كيلو ممبار ركنته في الفريزر. فده كده هوت يعني ايه، يعني اخد رز كتير. وطالع الرز مستوي. انا حمرت قطعه واحده عشان اتاكد قبل ما احمر كل الكميه، وفتحتها وشفتها لقيته كله الرز مستوي من جوه ومش معجن، مفلفل وجميل جدا جدا. اهو زي ما انتوا شايفين حمرت واحدة، شايفين طلع شكله حلو ازاي. طبعا اول ما بيشم البخار بيقفل الاطراف. بصوا الرز مفلفل ومستوي، ضغطت عليها اهي بايدي ودقت كمان. اللي هو من جوه طبعا غير اللي بره، اللي جوه برضو لقيته مستوي ومفلفل مش معجن، جميل جدا جدا. افضل طريقة تسوية للممبار بصراحة هي دي.
تبقي ضامنة ان مفيش حاجة فرقعة، يعني عارفة لأبعد الاحتمالات حتى لو في صباع فرقع هتلاقي الرز بتاعه جوه الحلة، مش هيشرب مية ويبقى شكله بيكون مقرف، يعني ما بيكونش حلو بيترمي. انما كده مضمون انك انت حتى لو في حاجة فرقعت، يعني رغم ان هو زي ما انتوا شايفين اخد ساعة على النار ومعبيه رز جامد ومفيش ولا واحدة فيه فرقعت. اهو زي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي، جميل جدا بجد، حلو، جربوا الطريقة دي. وبس كده، دي المية بتاعت السلق اهي. الدهون طبعا اللي جوه الممبار بتتصفى وبتنزل من المصفى على المية، طبعا المية دي هتترمي خلاص. رغم ان كانت حلوة، بس انا مني ملحتها كنت حاطة فيها ملح كتير فاترمت. يعني لو طلعت معاكم حلوة حابين تعملوا بيها مثلا شوربة لسان عصفور او حاجة، يعني تقريبا في محلات بتعمل كده، تاخد الشوربة دي بيعملوا بيها وصفات. خلاص اهو، ده كده ده لسه ما اتحمرش. جربوا وانتم مطمنين بجد، طريقة حلوة. وبس كده، ونشوفكم على خير، فيديو جديد، باي باي.